الله من أسمائه الحسنى الكافي، الكافي عباده رزقا، معاشا، حفظا، عزا، نصرا، فقط استكفي به عمن دونه. يقول صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي: من استكفى بالله كفاه الله. لا تأسف على المصيبة، فالذي قدرها عنده أجر عظيم وجنة وعوض. يقول سبحانه في جزاء الصابرين: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما قدره الله لك مما لا يعجبك ظاهره قد يكون في باطنه خير إن شاء الله. صحابية أصيبت بحمى قالت: قاتل الله الحمى، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم. من رحمة الله بنا أننا نؤجر على مجرد النية في فعل الخير. في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. يقول سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. كثير من الخلافات والنزاعات بيننا تنشأ بسبب إهمال هذه الوصية. احذر من أن تتهم مسلما بباطل وبما ليس فيه، فإن الموعد بين يدي الله يوم القيامة حين تطالب بالدليل والبينة. يقول سبحانه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لو جلست تتذكر إساءة الناس لك فلن تصفو عندك المودة حتى لأقرب الناس، فغض الطرف وتغافل عن الزلات واعتمد النسيان كي تسعد بمن هم حولك. قد تعجز من أن تنفع إنسانا وتدخل السرور على قلبه، لكن أبشرك تراك مأجور بمجرد أن تكف أذاك عنه. في صحيح مسلم قال رجل: يا رسول الله أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلم من لسانه ويده. الناس يكرهون من يعاملهم باستحقار واستعلاء مهما عظمت مكانته في قلوبهم. عند أحمد والترمذي وغيرهما يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من الكبر دخل الجنة. من الأمور التي تعلمتها أن طريق القمة واسع جدا، يسعني ويسعك، ولكن المشكلة أننا نضيقه بيننا بالحسد. فائدة من موجبات دخول الجنة أن تملك قلبا يرحم الناس. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، وذكر منهم: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. من جميل ما قرأت للشيخ الأديب علي الطنطاوي رحمه الله قوله: الناس يقبلونك لمحاسنك فقط، وأمك تقبلك بمحاسنك ومساوئك. قلت أنا: فأيهما أولى بالبر والإحسان؟ التسبيح يمحق السيئات. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح أنه كان يسبح في كل يوم 12,000 تسبيحة، فقيل له: ما لك تكثر؟ قال: أسبح على قدر ذنوبي.